السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أذكركم في البداية بأن الزيادات السنوية ليست مجرد وعود، بل هي حق كفله القانون. الوزير أكد في حديثه أن السيد رئيس الجمهورية أقر في مجلس الوزراء زيادة قدرها 10%. هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي المقبل إن شاء الله، وذلك طبقا للمادة 43 من قانون التقاعد. أعلم أن هناك ضجة كبيرة وتأويلات مختلفة انتشرت في الساعات الأخيرة. السبب في ذلك هو تصريح الوزير خلال جلسة مساءلة في البرلمان. الحقيقة هي أن الوزير كان يجيب على سؤال محدد حول التقاعد النسبي، وتطرق لموضوع التثمين السنوي في نهاية حديثه فقط. ما أكده الوزير أكد بوضوح أن التثمين السنوي حق قائم وسيكون في شهر ماي كما ينص القانون. ما تسبب في الغموض؟ الوزير لم يقدم شرحا مفصلا ولم يتطرق لنقطة الأثر الرجعي بشكل واضح. هو تحدث عن الموضوع مرور الكرام فقط، دون الدخول في تفاصيل التقنية حول كيفية التطبيق أو التعويض عن الأشهر السابقة. أقول لكم وبكل صراحة، الوزير لم يصرح بأي شيء يلغي حق المتقاعد في التثمين أو الأثر الرجعي. كل ما في الأمر أن هناك صفحات حاولت بناء استنتاجات نهائية على جمل قصيرة فقط لم تتجاوز الدقيقة الواحدة. لذا أطلب منكم عدم الانجرار خلف التفسيرات المتسرعة في الفيسبوك التي قد تزرع القلق والفتنة بينكم. فيما يخص القرار الرسمي عندما يخرج سيكون مكتوبا وواضحا كما جاء في النص القانوني. نحن نتوقع في الأيام القادمة خروج مسؤول من الصندوق الوطني للتقاعد ليوضح هذا اللبس بشكل نهائي. من غير المعقول بقاء هذا الغموض في ملف يهم ملايين المتقاعدين في الجزائر. أيها الإخوة، أيها الأخوات، حقكم في التثمين السنوي ما زال قائما، وهذا ما أكده الوزير بنفسه. ما حدث هو مجرد نقص في الشرح أو سوء الفهم خلال الجلسة البرلمانية. أدعوكم للهدوء وانتظار التوضيح الرسمي، ولا تسمحوا لأحد باستغلال هذا الغموض لزرع القلق في نفوسكم. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.